هل عمرك حسيت إنك أول ما تصحي من النوم تبصي حواليكي وتحسي إن المكان كله بيضغط عليكي؟ مش علشان هو متوسخ، لأ، علشان هو مكركب ومليان فوضى، حاجات كتير في غير مكانها، دولاب مليان بس في نفس الوقت مش لاقي حاجة تلبسيها، مطبخ دايما زحمة، والسرير حتى وانتي منضفاه مش مديكي إحساس الراحة. وساعتها بيجي في بالك السؤال اللي بيجي لكل بنت وست: أنا ليه مش بعرف أرتب وأنظم بيتي؟ ليه الترتيب عندي دايما مجهود ونكد؟ ليه في ناس بيتهم دايما رايق وأنا مهما عملت برجع لنفس الكركبة والفوضى من أول وجديد؟ خليني أقولك الحقيقة اللي محدش بيقولها: مش مشكلتك انك كسولة، ولا انك مهملة، ولا انك فاشلة في التنظيم. مشكلتك انك اتعلمتي الترتيب غلط. اتعلمتي ان الترتيب يعني يوم كامل تعب، زعيق، ظهر مكسور وشعور بالذنب، وبعدها بكام يوم ترجع الكركبة تاني من أول وجديد. فتزرع جواكي إحساس إن الترتيب عقاب مش راحة، وإن التنظيم واجب تقيل مش متعة. لكن تخيلي معايا سيناريو مختلف شوية. تخيلي إنك كل يوم بتعملي حاجات صغيرة جدا، ولا بتحسي بتعب، ولا بتأجلي، ولا بتقولي بعدين، ومع الوقت تلاقي بيتك بقى رايق، مش لأنك نظفتي جامد، لكن لأنك عشتي التنظيم. تخيلي إن الترتيب ما يبقاش مشروع كبير، لكن يبقى عادة بسيطة، زي شرب القهوة، زي غسيل وشك، زي ترتيب السرير وانتي لسه صاحية من النوم. تخيلي إنك ماشية في بيتك وانتي حاسة إن المكان بيساعدك مش بيستنزفك، بيهدي بالك مش بيفكرك بالحاجات اللي وراكي طول الوقت. الفيديو ده مش علشان أقولك اعملي كذا وكذا وخلاص، الفيديو ده علشان نغير علاقتك بالترتيب من الأساس، نحول التنظيم من حمل تقيل لعادة خفيفة، ومن مجهود مرهق لمتعة يومية. هنتكلم عن ليه الكركبة بترجع مهما نظفتي، وليه بعض البيوت دايما رايقة حتى لو أصحابها مش بينظفوا كتير، وإزاي تخلي التنظيم يحصل تلقائي من غير ما تفكري، وإزاي تتصالحي مع نفسك بدل ما تفضلي تلوميها. لو انت تعبانة من الفوضى، ولو حاسة ان الكركبة سحبت طاقتك وشغفك، لو نفسك بيتك يبقى مكان ترتاحي فيه مش ساحة معركة، يبقى الفيديو ده معمول علشانك. وخلينا نبدأ مع بعض رحلة ان الترتيب يبقى متعة بتعيشيها كل يوم، مش مهمة تخلصيها وخلاص. اولا لازم نفهم الفوضى وازاي تتغلبي عليها. اول حاجة لازم نفهمها: الكركبة مش بس حاجات مرمية على الارض، الكركبة مراية الحاجات جواكي. يعني لما بيتك يبقى مكركب، ده مش بس من بره، ده بيعكس دماغك المضغوطة، وأفكارك اللي مش مرتبة، ووقتك اللي مش متقسم صح، ومشاعرك المتلخبطة. لما تسيبي كل حاجة كده من غير خطة، عقلك بيحس بالفوضى قبل ما يشوف أي حاجة تانية، فكل ما تحاولي تنظمي هتحسي إنك منهكة قبل ما تلمسي أي قطعة. الحل إننا نفهم مصدر الفوضى ونبدأ نسيطر عليها بخطوات صغيرة، خطوات عملية لفهم الفوضى. هي إيه؟ أول حاجة إنك تقعدي 10 دقايق بس في كل غرفة وتراقبي إيه أكتر حاجة مكركبة، إيه الحاجة اللي دايما بتتكرر في مكان غلط، إيه الحاجة اللي لو اتظبطت هتقلل إحساس الفوضى جامد. رقم 2: اعملي خريطة فوضى لبيتك. اكتبي على ورقة كل الغرف وحوليها لقائمة بالمهام الصغيرة مش الكبيرة، زي مثلا إننا نحدد للمطبخ رف معين هنرتبه في 5 دقايق ترتيبة سريعة. غرفة النوم مثلا هننظم السرير وهنرتب ظرف الدولاب في 5 دقايق. لو عندك مكتب في البيت هترتبي الأوراق أو هترتبي الكتب والكراسات بتاعة الأولاد وتشيليها في مكان يكون شكلها مرتب وحلو. خلي بالك ان الهدف هنا مش النظافة الكاملة من اول مرة، لكن تحقيق احساس بالسيطرة يوميا. تاني حاجة: ازاي نحول التنظيم لمتعة يومية. دلوقتي بعد ما عرفنا مصدر الكركبة، نخش على الجزء اللي بيخلي التنظيم ممتع. سر المتعة في التنظيم هو مش في النظافة نفسها، لكن في التحكم والشعور بالانجاز الصغير. كل حاجة صغيرة تخلصيها بتحسسك انك عملتي انجاز، وده بيولد شعور بالسعادة، والعقل بيحب الانجاز حتى ولو كان بسيط جدا، وده بيحفزك انك تكملي حاجات اكتر واكتر بعد كده. ودلوقتي عايزين نعرف طريقة عملية لتحويل التنظيم لمتعة. رقم 1: ممكن تشغلي بودكاست تحفيزي يعلمك حاجة، يزود من حماسك، سواء عن البيت أو عن خطة حياتك أو عن أي حاجة انت بتحبي تكوني سامعاها وانت شغالة. مش هتحسي بالوقت وهو بيعدي بسرعة، وكمان هيخلي عملية الترتيب ممتعة جدا. رقم 2: اظبطي تايمر على موبايلك يكون قصير، 10 دقايق أو ربع ساعة بالكتير، وتحددي انك انت خلال ال10 دقايق والربع ساعة دي لازم تخلصي الحاجة اللي في ايدك. شوفي الفرق اللي عملتيه، وشوفي قد ايه هتنجزي
المهمة بسرعة جدا. يعني يمكن أكون أنا طبقتها على نفسي، لما بظبط تايمر الموبايل في أي مهمة بعملها بخلصها أسرع بكتير من لما بكون مش ظابطة التايمر ده. يمكن أكون كمان باخد ضعف الوقت اللي أنا بخلص فيه المهمة. رقم 3، اعملي تحدي لنفسك. مثلا أقدر أرتب رف واحد وأخلي كل حاجة في مكانها في 5 دقايق. لما تحققي ده هتحسي بمتعة الإنجاز. ودلوقتي محتاجين نعرف إن اللي بيخلي التنظيم يبقى عادة مش حاجة متعبة هو الروتين اليومي. مش لازم تنظفي بيتك كله في يوم واحد، ده مستحيل وشيء بيستنزفك. إنما الروتين اليومي البسيط اللي بيكون الصبح، مثلا إنك أول ما تصحي ترتبي السرير فورا، وإنك تخلي كل حاجة في مكانها بعد ما تصحي، ده بيخلي بداية يومك منظمة ومرتبة وهادية. وإنك بعد ما تفطري تخصصي 10 دقايق ترتيب سريع للسطوح المكركبة، زي الترابيزة، زي ترابيزة السفرة، زي الترابيزة اللي بتبقى تحت الشاشة. حطي كل حاجة في مكانها الصحيح فورا. 10 دقايق بس هتلاقي نفسك تقريبا عملتي الحاجات دي كلها. وقبل ما تنامي خصصي برضو 10 دقايق أو ربع ساعة سريعة لترتيب شامل. هنرم الكركبة، أي حاجة واقعة في الأرض، أي حاجة مش في مكانها هنرجعها مكانها، أي سطح مش مترتب هنمسحه مسحة سريعة وهنخلصه. صدقيني لما بتظبطي التايمر بتاعك في ال10 دقايق دول بتلاقي نفسك انجزتي حاجات انت عمرك ما كنتي هتنجزيها وانت بتعمليها بفوضوية او بعشوائية. جهزي اي حاجة لليوم اللي بعد كده، يعني اقعدي مع نفسك كده، خصصي يا ستي 10 دقايق كمان واقعدي فيهم مع نفسك واكتبي 3 حاجات لليوم اللي بعده، زي مثلا هتلبسي ايه بكرة لو انت خارجة، زي هتعملي اكل ايه، زي جزء مثلا معين في البيت عايزة تنظميه وترتبيه. روتين صغير يومي أحسن مليون مرة من محاولة تنظيف للبيت كله مرة واحدة في الأسبوع أو في الشهر. ده بيخلي التنظيم والترتيب عادة صعبة وبيولد شعور بالتعب النفسي والإرهاق كمان. ودلوقتي هنعمل خطة للتخلص من الكركبة. رقم 1، هنطبق قاعدة ال3 خطوات اللي هي ايه؟ شوفي الحاجات اللي عندك، هل انت محتاجاها؟ لو محتاجاها حطيها في مكانها، ولو مش محتاجاها تبرعي بيها او اعملي لها اعادة تدوير او تخلصي منها. رقم 2، هنعمل زي صندوق أو منظم أو كرتونة حتى في لكل غرفة تحطي فيها الحاجات اللي انت مش عارفة مكانها حاليا، وفي آخر اليوم هنرتب الصندوق ده مرة واحدة وهنعرف ايه اللي محتاجينه وايه اللي مش محتاجينه وايه اللي ممكن نتبرع بيه او نديه لحد محتاجه اكتر مننا، وده بيقلل الاحساس بالفوضى خلال اليوم. رقم 3، هنقسم البيت لمناطق صغيرة. بدل ما تنظفي البيت كله مرة واحدة ركزي على منطقة واحدة. مثلا النهاردة هركز على المطبخ، بكرة غرفة النوم، بعده غرفة الأطفال، وهكذا. ودلوقتي محتاجين ننظم وقتنا ونسيطر عليه. ازاي نسيطر على الوقت ونخليه لصالحنا؟ رقم 1، اننا نقسم المهام لأجزاء صغيرة. بدل ما تقولي هظبط كل اوض البيت النهارده، قسمي الموضوع ده لمهام يوميه، كل مهمه تاخد 10 او 15 دقيقه. مثال، انا النهارده مخصصه اليوم للمطبخ، فعلى مدار اليوم هقسم المهام اللي انا عايزه اعملها او اكتر اجزاء مضايقاني في المطبخ النهارده، وهقسم لها كل شويه 10 دقايق، كل ساعه مثلا 5 دقايق او 10 دقايق. ارتب رف، اغسل البوتاجاز، انظم ضرفه الخزين. على مدار اليوم هعمل الحاجات دي، وعلى اخر اليوم هتلاقي نفسك تقريبا اتخلصتي من 70 او 80% من الحاجات اللي مضايقاكي في مطبخك. ولو اتبقى حاجات تانية ولقيتي نفسك خلاص تعبتي، ممكن تخليها لليوم اللي بعده عادي جدا. ده بيخلي العقل يشوف الإنجاز سريع ويحب كمان شغل البيت. رقم 2، هتحددي أولوية للمهام، يعني هتركزي على الحاجات اللي لو اتظبطت هتقلل الكركبة كلها بشكل كبير. ومهم جدا إننا نتخلص من الحاجات الغير ضرورية. الكركبة دايما فيها سبب رئيسي، حاجات ملهاش لازمة واحنا متمسكين بيها لأننا خايفين نحتاجها في يوم من الأيام، ولكن لو عدى شهر و2 و3 واحنا ما استخدمناش الحاجة دي يبقى أكيد مش هنستخدمها. بخلاف الأشياء اللي احنا بنستخدمها مثلا في الأعياد والمناسبات، زي حاجات لو احنا بنعمل كحكة أو بسكوت في البيت، أو حاجات مثلا بنستخدمها في رمضان أو حاجات دي، فالحاجات دي احنا عارفين كده كده بيجي لها موسم وبنستخدمها. لكن أنا بتكلم عن الحاجات زي مثلا الناس بتحتفظ بالعلب الفاضية، بالبرطمانات، بهدوم قديمة هي عارفة إنها مش هتلبسها. يعني في ناس كتير جدا بتعمل كده، وده بيخلي عقلك، انت ممكن تكوني خافياها في مكان بس عقلك بيبقى عارف انه في حاجة ملهاش لازمة موجودة في البيت، وده بيسبب لك الضغط والتوتر، او انك ساعات بيبقى وراكي حاجات كتير نفسك تخلصيها بس متكتفة ومش قادرة تتحركي، فغالبا بيكون هو ده السبب الرئيسي.
البيت المنظم مش بس مساحة نظيفة، البيت المنظم حالة ذهنية. لما بتكوني تعبانة أو مضغوطة حتى ولو كل حاجة منظمة هتحسي بالفوضى من جوه نفسك. ابدأي يومك بنية واضحة، قبل ما تحركي أي حاجة قولي لنفسك النهاردة هخلي المكان ده رايق وبسيط عشان أحس بالراحة وأقلل الضغط والتوتر عليا. وكافئي نفسك بعد كل مهمة صغيرة، لو بشوكولاتاية لو بكوباية قهوة، أي حاجة بتحبيها. العقل بيربط التنظيم بالمتعة وبيستمتع بيها يوميا لما بيكون في مكافأة. ولازم تقبلي إن الكمال مش هو هدفك، التنظيم والترتيب مش معناه كل حاجة لازم تبقى مثالية 100%. كفاية إنك تحس إن المكان مرتب وأخف وأهدى. وأهم خطوة للتنظيم إن التنظيم يبقى جزء من يومك وجزء من حياتك، إنك ترتبي كل حاجة فورا بعد الاستخدام. أي طبق أي كوباية تستخدميها رجعيها في مكانها على طول، ما تأجليش المهام الصغيرة. أي حاجة صغيرة هتاخد منك 5 دقايق أو أقل اعمليها على طول وما تأجليها. دلوقتي بعد كل اللي اتكلمنا فيه حابة أقولك حاجة مهمة، البيت المنظم مش بس مكان نظيف، ده حالة وشعور وراحة نفسية. كل ما تحبي التنظيم كل ما يبقى جزء من يومك، كل ما تحسي بالسعادة وانت جوه بيتك. وبكده خلص الفيديو بتاع النهاردة، بس كلامنا مع بعض عمره ما يخلص. استنوني في فيديو جديد قريب جدا. استودعكم عناية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.